السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. انا نسمة طارق ودي قناتي. يا رب الفيديوهات اللي بقدمها كلها تكون عند حسن ظنكم وبتعجبكم. وبرحب بكل امرايا دخلت لي جديده وكتبت لي في الكومنتات انا مشتركه جديده، بقول لك نورتيني وشرفتيني في بيت نسمة طارق. طبعا قبل ما ننسى ونقول خلينا نصلي على الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. مبدئيا النهارده الفيديو بتاعنا ريفيو عن حاجتين اتسالت عنهم ورديت كمان في الكومنت. بس عايزه ارد كمان بشكل اوضح وافيد حبايبي اللي سالوني. وزي ما بقول لكم انا بحب من خلال الفيديو دوت اشكر اي بنت لسه داخله لي القناه. برحب بيكي وبقولك نورتيني في عيله نسمة طارق. ما تنسيش بقى تحطي لي لايك الجميل بتاعك والكومنت اللي فيه دعوه جميله زيك واشتراك للقناه علشان اول ما انزل فيديو جديد يوصلك باذن الله. النهارده طبعا اول حاجه فاكرين ايه الجريل اللي عملت فيه الفراخ المشويه؟ اتسالت عنه من كذا حد ومن متابعه مخصوص حبيبتي، يعني كلكم طبعا بحبكم. وقلت لازم ارد عليها في فيديو عن الجريل اللي انا عملت فيه الفراخ المشويه، وحلو ولا لا، بيحرق يعني الحاجه او ولا لا، عايز نار هاديه نار عاليه، استعماله ازاي. هنشوف كل ده مع بعض. تنظيفه سهل ولا لا، بيتفاعل مع النار ازاي، هل لونه بيغير، هل شكله بيغير، كل دوت. الايد بتاعته بتسخن، الحاجات دي كلها هقول مميزاته وعيوبه. بس هو غالبا في البداية مميزاته بصراحة اكتر من عيوبه بكتير. يلا يا قمراي صلي على الرسول المصطفى ويلا بينا نبدأ الفيديو. ونقول بسم الله. طيب دوت الجريل اللي انا عملت فيه او هنتكلم عنه النهارده. مبدئيا كده هو اسمه اكلون لو بنطقها صح، يعني بتشوي فيه اي حاجه انت عايزاها، فراخ تمام، لحوم برضو انا جربت فيه فراخ وسمك، مش هكذب عليكم طلع الاتنين بسم الله ما شاء الله تحفه. تعملي فيه شيش طاووق بانيه، اي حاجه انت عايزه تشويها بيعملها لك يعني. وكمان هو حجمه او الساعه بتاعته هو يعني 36 سنتي، وحجمه ايه بياخد 170 لتر من اي حاجه انت بتعمليها يعني. فاحنا طبعا مش هنحط فيه سوائل، انت هتحطي فيه مثلا الصوص بتاع اللحمه البانيه الحاجات دي. فالساعه بتاعته حلوه جدا زي ما انتم شايفين كده يا بنات اهو. طيب خلينا نبدا باهم حاجه، وايه هي؟ انه بيتفتح زي ما انتم شايفين كده. ثانيه بسم الله اهو. وعايزه اقول لكم هو حلو يعني متين، عشان كده تلاقوني حتى مش قادره اشيله بسهوله. تمام، هو بيتفتح تمام، وفي مغناطيس من هنا اهو اللي هو بيقفل اصلا الحاجه باحكام. طيب في هنا جريلا غويطه زي ما انتم شايفين اهو، وفي جريلا سمكها رفيع. عايزه اقول لك انت ممكن تستخدمي الاتنين على النار. ممكن لو انت حاطه فيه حاجه من جوه ماشي وعملتها مش عايزه تقلبي، ممكن تقلبي الناحيه التانيه كده، الصوص اللي فيه الحاجه عمره ما هيقع منك. ليه؟ علشان الكاوتشه اللي هنا السيليكون دي، بصوا دي بتنزل عامله كده داير ما يدور زي ما انتم شايفين يا بنات، وبتنزل على الاحراف دي كده، الاحرف دي بتقفل زي ما انتم شايفين كده. طيب دي اول حاجه. طب انا لو عايزه افصله هفصله ازاي؟ هاجي من هنا في كاوتشه، والكاوتشه دي مهمه جدا 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 جدا، يعني لو ضاعت انت يعني تعرفي تتعاملي كويس. بصوا هي حاجه صغيره لا تذكر، بس يعني مش هينفع تستعملي الجريل من غيرها متهيألي. وبيبتدي ان احنا نفكه كده اهو بسهوله جدا. وبتبتدي لو انت حتى عايزه تعملي صنفين مختلفين، هتعملي مثلا فراخ ولحمه مع بعض، او عايزه تعملي حاجه وعايزه حاجه تسعفك. بس خلينا نقول مبدئيا دي الاغوط من التانية تمام. وبرده ممكن تحطيها على نار، بس انصحك تحطي الجزء دوت على نار متوسطه مش نار عاليه. تمام، حلو. بيسوي بقى بيحرق ولا ما بيحرقش، بيلسع الحاجه او لا، بيخلي فيه بخار في الاكل بيسويه، هنعرف كل ده. بصوا طبعا زي ما انتوا شفتوه بيتركب من هنا كده، وبتبداي ان انت تحطي الكاوتش تاني مكانها، يعني
عايزه اقول لكم بصوا هو مغلق الحجم، يعني الحجم جمال هو مغلق تماما، يعني كويس جدا. تمام. طيب خلاص قفلناه كده. طيب تمام. بصي بقى تنظيفه سهل، ما بياخدش معاكي اي وقت. لو انت عامله فيه ايه بالاسبونشه كده وبتغسليه بينضف معاكي بسهوله جدا. لونه بسم الله ما شاء الله ما بيغيرش معاكي. بس نصيحه، النار لا تكون عاليه قوي ولا واطيه قوي ولا الكلام ده كله، تكون متوسطه. لو هتستعمليه مثلا بلاش العين الكبيره قوي بتاعه البوتاجاز، لا خليها العين الوسط مش الصغيره. تمام. تمام. طيب بيحرق الاكل؟ لا ما بيحرقش الاكل، بس تخلي بالك زي ما انا قلتلك. وعايزه اقولك كمان لما بتقفليه على كميه البخار اللي بتنزل منه، يعني انت مثلا ممكن تدي الحاجه صدمه الاول. طيب لو انت مش متاكده ان هي مستويه بتسيبيه يقفل، تقفلي على حاجه يعني بتاعتك وبتسيبيه لغايه ما الحاجه تستوي، بتطلعيها بتلاقي كميه ميه نازله من البخار رهيبه، بتسوي الحاجه بسرعه جدا. عايزه اقول لكم الفراخ ما غدتش معايا بالظبط اقل من ربع ساعه كانت مستويه بصراحه. عملت برضو شويت فيه السمك كان خرافه، كان حلو جدا. والخطوط دي على قد ما هي التضليعه بتاعتها مش تخينه قوي، على قد ما هي حلوه جدا ومش يعني بتبان، مش ما بتبانش لا بتبان. تمام. وينفع لك بقى برجر، بانيه، زي ما انا قلت لك اي حاجه انت عايزه. طيب لكل بنت بقى عايزه تجيب زيه انصحك ان انت تاخديه سكرين اهو يا بنات، خدوه سكرين. وعايزه اقول لكم اللي ده تركي، بصي ميدن ان تركيا، ده تركي مش التقليد. فدي برضو حاجه تخلي بالك منها كويس جدا. اول حاجه كان عن الريفيو بتاع الجريل بتاعي، يا رب يكون عجبكم. تعالوا نشوفوا الحاجه اللي اتسالت عليها تاني ايه هي، وهقول لكم برضو مميزاتها وعيوبها. سمي الله يا بنات. وريفيو عن الحاجه التانية اللي اتسالت عليها برضو من كذا بنت، واخر اخرهم متابعه النهارده مشتركه لسه جديده عندي في القناه، فبقول لها طبعا نورتي بيت نسمه طارق. وسالتني على الكاتل الجديد بتاعي. طبعا رديت عليها في الكومنت، بس ده طبعا ما يكفينيش، لازم اوصل لك كل معلومه، مميزاته وعيوبه، حلو ولا لا، كل الحاجات دي امرايا. طبعا بحبكم في الله، فلازم يعني ارد عليكم بكل صدق وامانه. وده المحتوى بتاعي، ان شاء الله القناه كلها تبقى مبنيه عن الصدق والامانه والحب باذن الله، بعيد عن اي حاجه بقى وحشه بتحصل عن اي حاجه تانية. المهم احنا خرجنا عن النطاق. خلينا نبدا اولا. الكاتل اسمه اندونيسيا. تمام. هو مش اندونيسي بس، لا هو اندونيسيا. تمام. هو صنع في فيتنام اهو. تمام. والساعه بتاعته 2 لتر، حلو جدا ما شاء الله، هو مش مصري. تمام. ودوت الماتيريال بتاعته حلوه جدا جدا. عايزه اقول لكم كمان استعماله حلو. الزرار دوت فيه هنا اون واوف، يعني اهو كده. طبعا ده بينور، ولما بيفصل كمان بيعمل تكه فبيسمعك انه خلص يعني. طيب مشكورا الراجل بصراحه بينبهنا. تمام. طبعا ده القرص بتاعه، عايزه اقول لك حلو جدا متين بسم الله ما شاء الله. وسعره كان عامل 225 او 250، هو في الرينج دوت، مش متذكره بالظبط، بس هو 200 وحاجه، يا 230 يا 225 يا 250. تمام. طبعا الحاجات دي بتجيبيها من اي محل اجهزه كهربائيه، نصيحه بلاش تجيبي من حد بره. هو ليه هنا كده الزرار بتاعه، الغطا بتاعه بيقفل كده وبيفتح كده زي ما انتم شايفين، الكوبس دوت كده هنا، وفي مصفى اللي هي هنا دي. تمام. فهو طبعا بينصحك ان انت ما تشيليهاش. تنظيفه سهل جدا جدا جدا. انا كمان هنضفه معاكم في الفيديو هنا النهارده. برضو مش عايزه اطول عليكم والله، بس عايزه افيدكم بكل معلومه. بصوا هنا كده معايا، هو في هنا كده زي نظام سخان، حتى هو كاتب في الكاتل. وتنظيفه سهل، ما بيطلبش منك ان انت تنضفيه لا ببريل ولا بصابون ولا اي حاجه من دي. هقولك دلوقتي بننضفه ازاي. والقاعده بتاعته استانلس من تحت، دي مش وساخه، دي مطرح الميه، المفروض ان هو تنظيفه كل يومين 3 مش اكتر. والنهارده اصلا للحظ كان معاك تنظيفه، انا بعمله ما بياخدش معايا دقيقتين وبيكون اتنضف وبقى زي الفل. تمام. طيب هنركنه على جنب كده. والايد بتاعته كمان حلوه.
اللي عجبني فيه اكتر واكتر بقى ان هو ليه ضمان، ليه ضمان عام، يعني سنه بحالها. تمام اهو، ضمان سنه. تمام. وليه بقى رقم، وليه كل حاجه، وليهم رقم تليفون، ليهم رقم تليفون اهو. بيقولك اهو: هذا الضمان ساري مفعول فقط عند ملئه وعند تسجيله. الحاجات دي كلها يعني من اول ما بتبداي ان انت تشغليه. تمام. وشروط الضمان طبعا هو كاتبلك على شروط الضمان طبعا حاجات كتير، هطول عليكم الفيديو لو قريتها، بس هو بصراحه حلو جدا جدا جدا. تمام. وليهم كمان صفحه على لا ملهمش صفحه اهو. هي شركه الاندلسيه، حلوه جدا على فكره. واللي عجبني اكتر ان ليه ضمان، يعني بصراحه كويس. تمام. طيب المميزات بتاعته ايه يا نسمة؟ حلو جدا على فكرة ما شاء الله، مش وحش. بس هنا هو كاتبلك 2 لتر، وفي الضمان بينصحك ان انتي ما تمليش الكاتل لغايه 2 لتر، دي نصيحه منه. هو بيقولك اخرك خالص اللي هو ايه، لتر ونص، عشان لما الميه تغلي، لما تقعد تغلي كتير بتعمل طبعا صوت يعني حاجات كده بكبكه كده وحاجات، فما تبقاش ايه خارج الجزء ده، فاهماني؟ هو برضو عامل للامان بتاعك مش اكتر. تمام. خلينا بقى نيجي عشان ننضفه. احنا كده عرفنا مميزاته، عايزه اقول لكم حلو جدا جدا جدا. طبعا هو مش حاجه واو يعني، بس الماتيريال بتاعته حلوه، ولا وانصحك ان انت تجيبيه. انا بصراحه من ساعه ما جبته ما شفتش منه اي عيوب خالص. اللهم لك الحمد. بس هو النصيحه اللي كاتبها في الضمان او الكتالوج بتاعه، هو كمان ليه كتالوج بس انا مش لاقيه، ان انتي ما تروحيش كده لغايه 2 لتر وتمليه ميه خالص. وبنصحك كمان ان بالكتير قوي تغلي الميه مره او مرتين مش اكتر، ما ينفعش ان انتي تعيدي تكرارها. بس كده. تعالوا بقى هنعمل ايه. هجيب عندي ازازه عاديه جدا فيها ميه اهي اهو، ميه عاديه جدا ما فيهاش اي حاجه. تبداي ان انتي برضو تحطيها لغايه ايه لتر كده او لتر ونص. انا هجيب كمان شويه. هنيجي كده ايه نكمل الميه بتاعتنا لغايه لتر ونص زي ما انتم شايفين، بس كده مش هكتر. والحاجه التانية كمان اللي بينصحك، ان هو كمان بينصحك ان انتي تنضفيه كده، بتحطي قيمه مثلا نص كوبايه خل كده صغيره. تمام. مش هتكتري. وعايزه اقولك بعد العمله دي ما بتلاقيش ريحه للخل ولا اي حاجه. دي بس نقفل النور اهو علشان نحطه في الفيشه اهو. بسم الله. وبتبداي ان انتي تشغلي كده الزرار دوت، لونه ما بيبقى شغال، وبيبتدي شويه كده بيعمل صوت. طبعا اول انتوا شفتوا الحاجه اللي في الستانلس من تحت. اول بقى ما هيخلص واكب الميه هرجع لكم تاني بقى عشان ما اطولش عليكم الفيديو. لايك بقى وشير لكل اصحابك واحبابك واخواتك وجيرانك لو حبيت الفيديو طبعا وحبيتيني. ما يطلع ايه اما يخلص الكاتل هرجع لكم تاني. خلاص اهو يا بنات قرب يفصل. تمام. شايفين اهو. اهو كده خلاص بنبتدي ان احنا نشيل الفيشه. هو بينصحك كمان ان انتي ما تسيبيش الفيشه على طول في الكهرباء يعني. بسم الله. اللهم اجرني من النار. هنكب بقى الميه دي، انا مش هعمل فيه اي حاجه تاني خالص، هكب الميه بقى وارجع لكم. اهو يا بنات زي ما انتم شايفين حتى لسه البخار طالع منه اهو. تمام. نضيف جدا جدا. شايفين بيلمع ازاي من جوه؟ شايفين اهو. حلو جدا وتنظيفه سهل جدا. بتبداي ان انت تديله شطفه. تمام. مش خلاص كده اديته كمان شطفه زي ما انتم شايفين اهو. بصوا يعني ده كمان السخان اللي هنا دوت بينضف جدا. عايزه اقول لكم ما بيسيبش اي رواسب مكانه. شايفين اهو. والجسم الخارجي طبعا نضيف باي فوطه نضيفه، وبتبداي ان انت تمسحيه علشان ما تعرضيش الجزء دوت للميه. ده طبعا خطر جدا.
ما ينفعش انت تعرضيه للميه. طبعا النصيحه دي كمان انصحك بيها لاي كاتل تاني، مش بس الكاتل اللي هو دوت. اكيد طالما الشركه كاتباه للكاتل ده يبقى هو ينصح بيه برضو اي شركه تانية. يا رب بقى يكون الريفيو النهارده عجبكم، ما اكونش طولت عليكم واكون خفيفه على قلبكم. عايزه اقول لك بقى ما تنسيش اللايك والشير والسبسكرايب، واستنوني في فيديوهات كتير مع نسمه طارق، ومع السلامه.